عندي بتعاشر لما بشوف نعم طالب متميز جدا. وبعدين بقى مشته اللي هو لما تشوفيه كده تحس بالامل في مصر. ده امل مصر. الطالب احمد ابراهيم عبد الغني بطل الابتدائيه رقم 1 بطل الابتدائيه رقم 1 طالب متميز وان شاء الله جاي يتفكر في الثانويه العامه. ده مجدي ان شاء الله في الثانويه العامه الامل كبير لان هو باحث ومطلع يعني هو بيطبق تعلم الذاتي يعني بيعتمد على الله وعلى نفسه. باحث جيد في المكتبه. بعد اذنك بس يعني انا واحده ليه بقى في الصيف بقى عشان راجل لما تشوف بقى في مسابقه الاسماعيليه ببقى سعيد جدا. بيبقى رايح مرتعش في الاستاذ محمد الحكمي نقيب المعلمين في هدايا منه للمتميزين غير شهاده تقدير وغير الميداليات دي. شاركنا بقى في مسابقه القصه القصيره على مستوى الجمهوريه وفاز فيها طالب متميز جدا. حاجه روعه. قصه يعني هيبقى ان شاء الله خليفه نجيب محفوظ في الروايه القصيره. هيبقى ان شاء الله توفيق حقيقي ليك يعني ان شاء الله الامل. بس فعلا بطالب المدارس برعايه اولاد موجودين. راجل محترم جدا. عمرو ابراهيم حسن القصه القصيره. والدته وجيه مكتبات. عظيم. فوالدته دايما تشجعه. في بقى مسابقه ثقافيه على مستوى الجمهوريه برضه شاركنا فيها وفاز فيها طالب متميز جدا. الحمد لله الأجنبية دائما تنبت فيها نبات باعطاء الحمد لله وكذلك الغربيه. مش عايز هؤلاء طلبة مصر. احنا كلنا كل املنا هدفنا في الحياه عاوزين نبقى كده كل حاجه على مسافه معينه. يعني كل يقولوا عملنا ايه؟ رساله عملنا ايه؟ بيحكوا بلغه عربيه حلوه ان شاء الله. لان يصيروا دائما عندنا في المكتبات بتعلمنا خاطر. والله انا مش يعني معلش بقى بس